إذن أذكر مشاهدينا بهذا العاجل الذي يظهر أمامكم. إذن وسائل إعلام إيرانية تقول بأنه تم العثور على جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما. ونعرض الآن لكم هذه الصور الآن من موقع تحطم الطائرة واحتراقها بالكامل. إذن هذه الصور التي نعرضها الآن هي من موقع تحطم الطائرة واحتراقها بالكامل، وهي بالطبع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، ومن ضمنهم بالطبع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. إذن ونذكركم بالخبر العاجل الأبرز. إذن وفقا لما تقوله وسائل إعلام إيرانية، العثور على جثة الرئيس رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما. يعني أستاذ إسلام، لحظة فارقة في تاريخ إيران إن صح التعبير بين قوسين.